أخطر سم هو داك اللي كتشربو بالإرادة ديالك وكتحسبو حاجة عادية. في البداية كل شي كيبان لك نورمال، كاس صغير، ضحكة خفيفة، وجلسة دايزة زاهية بحال أي نهار. ولكن داخل الجسم ديالك كاين عالم آخر ما كيبانش. فاش كتشرب الدماغ ديالك كيتبدل، الإشارات ما كيبقاوش كيف كانوا، والتوازن كيبدا يختل. شوية بشوية التحكم كينقص والإحساس بالواقع كيبدا يتشوه. الكحول كيلعب بالدوبامين، داكشي اللي كان كيعجبك ما كيبقاش عنده نفس الطعم. الطاقة كتنقص والتركيز كيتلاشى، وكتلقى راسك كتغرق في واحد الضبابة بلا ما تحس. ومن بعد القلب كيدخل في الدور، النبض ديالو ما كيبقاش مستقر، كيطلع ويهبط بلا نظام وبلا إيقاع. الضغط كيزيد والأوعية الدموية كيتبدل فيها التدفق، حتى كتوصل لحظة فين كل شي كيوقف، جلطة ساكتة بلا صوت ولكن تقدر تسالي كل شي. ومن بعد القلب كيبدا يفقد القوة، كل نبضة أضعف من اللي قبل منها، حتى كتجي لحظة الصمت. ومع ذلك القصة ما كتساليش هنا، حيت الكبد كيهز الضربة بالسكات. في البداية كيقاوم وكيبقى خدام، ولكن شوية بشوية الدهون كتراكم والالتهاب كينوض والداخل كيسخن حتى كيوصل للتليف، والنسيج كيتبدل، كيولي قاصح وما كيبقاش قادر يرجع كيف كان حتى بعملية جراحية. وفوق هاد الشي كامل الأخطر هو العقل. وسط الناس كتحس براسك بوحدك، الأفكار كتدور بلا توقف، كتحاول تهرب ولكن كتلقى راسك راجع لنفس النقطة. الحزن كيولي تقل والقلق كيزيد، وشوية بشوية ما كتبقاش تحس لا بفرحة لا بحزن، غير فراغ صامت وتقيل. وحتى الجسم كيبدا يدخل في مرحلة أخطر، الكحول كيزيد خطر السرطان، حتى الكميات القليلة منه إلا شربتيها راها ماشي آمنة. دابا مازال حس براسك بخير، ولكن من الداخل الجسم ديالك كيجاهد وكيحاول يواكب. والخطر هنا هو أنه ما كيبان لك حتى شي حاجة من هاد الشي، حتى كيفوت الفوت وكتوصل لذاك الجواب اللي ما كيبغيه حتى شي واحد يسمعه. وصلتي لنقطة اللا عودة، وهاد الشي كامل بدا بكاس واحد حسبتيه في الأول مجرد كاس عادي،